الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بعض حبيباتي وبعض الأفاضل طلبوا مني أو أحبوا إني أعمل فيديو مثل العام الماضي اللي كان بعنوان هل وفقنا في تعبير رؤى ليلة القدر، ولكن لأني تكلمت عن هذا الموضوع مرتين فما حبيت إني أصدع رؤوسكم بالحديث مرة ثالثة، وشكيت إن بعض الناس ربما لا يعجبها هذا الأمر، ولكن أبشر المهتم، أبشركم كل من هو مهتم بهذا الأمر ويسأل عنه بكم الرؤى الهائل اللي جاءني هذا العام واللي تعجبت منه. رؤى كثيرة جدا، منها ما هو واضح وضوح الشمس، ومنها ما هو مرموز ويؤكد أن هذه الليلة المباركة بفضل الله كانت في ليلة 23، زائد أننا كنا نصلي في مسجد به آلاف من المصلين. تقريبا الكل التمس أن هذه الليلة كانت أكثر ليلة مميزة فعلا في العشر الأواخر. كانت الليلة الوحيدة اللي ما شغلوا فيها مراوح من شدة الحر ولا أغلقوا فيها شبابيك من شدة البرد، خلاف الليالي الأخرى كلها اللي كان فيها تغيرات قوية جدا في الطقس، بداية من المأمومين وصولا إلى الأئمة والخطباء، حتى إن خطيب تكلم في درس عن جمال هذه الليلة وشواهدها وما كان فيها وما ميزها عن باقي الليالي، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. نأخذ اليوم إن شاء الله رؤيا تعجب الرائي من تعبيرها مرتين. هذه الرؤيا فيها أصلين مهمين من أصول التعبير، أن تعبير هذه الرؤيا جزء منه دل على أمر واقع وعلى الوقت الحاضر، والأمر الثاني أن جزء من تعبير هذه الرؤيا كان مستقبلي ووقع فعلا في المستقبل بعد تعبير الرؤيا بعدة أشهر. يقول الرائي: رأيت كأن طائرة تحوم فوق رأسي، فهربت منها وفررت لأحتمي في مكان محاط بالغاب، ثم فجأة كأني رأيت رجل وامرأة في وضع محرج وكأن الأمر قد تم بينهما. فقلت له تعبير هذه الرؤيا أن عندك أفكار تحوم في رأسك حتى تجعل النوم يطير من عينيك، وكان الحل أمامك أن تلجأ إلى الله جل وعلا وتفر إليه بالدعاء مرة والرجاء مرة بما في غيب الله جل وعلا من جميل القدر إن شاء الله. ولكن في هذه الرؤيا بشرى أن هناك منفعة ستأتيك من جهة ليست على البال وليست في الحسبان. هذه المنفعة ستجعل هذا التفكير يزول عنك في هذا الأمر. فتعجب وقال: كيف عرفتي؟ فعلا لي أيام لا أستطيع النوم مثل السابق بسبب التفكير في أمر أهمني وشغل بالي في موضوع يتعلق بمستقبل أحد الأبناء. كانت هذه الرؤيا قبل عدة سنوات، يعني عرضت علي قبل كم سنة. بعد عدة أشهر من التعبير أخبرني أنه بالفعل شخص لم يكن في الحسبان أبدا ولم يكن على البال. أخبره أنه يحتفظ بجزء من المال هبة منه لتعينه على مستقبل أحد الأبناء. كيف وصلنا إلى هذا المعنى من هذه الرؤيا؟ الطائرة التي تحوم فوق الرأس ترمز إلى الأفكار التي تحوم داخل رأس الإنسان، كما نقول فكرة تحوم في رأسي، ولفظ الطائرة يدل على أن هذه الأفكار جعلت النوم يطير من عينيه، لأن الإنسان طالما يفكر فلا يستطيع النوم. ثم دخل فارا من هذه الطائرة يحتمي بمكان محاط بالغاب، يعني الفرار واللجوء إلى جنب الله جل وعلا. محاط بالغاب يعني غيب الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وكما في قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم مشهد الرجل والمرأة في الوضع المحرج. بعض الناس تخاف من هذه الرموز وهذه الرؤى، ولكن في الأغلب هذه الرؤى تعبيرها يكون جيد، فهذا الرمز في هذه الرؤيا دل على المنفعة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. كنت بحاول أضع هذه الرؤيا في فيديو شورتس قصير لأكون خفيفة عليكم، ولكن الوقت مدة الفيديو ما ضبطت معي، فنلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.